عند رافائيل او ابو عمر حسين عبد الغني. هنا باستوس ممكن في المرمى بشكل مباشر. جول اول من باستوس. اذن رافائيل البرازيلي يستطيع التسجيل، يتلقى التحية من الجماهير النصراوية. وشوف هنا الابتسامة العريضة من رافائيل باستوس. أولى الأهداف للفريق النصراوي، تسديدة بشكل مباشر عانقت مرمى عويشير. 10/10 يا برازيلي. هنا النصر يحضر. ايش تنتظر؟ بالفعل هدف، والنصر لما حضر مع البرازيلي بتسديدة قوية غلطت عويشير. شوف تخطت ايضا الحائط البشري، ومن ثم عويشير على يساره. هدف اول في الشبك الجانبي من البرازيلي العالمي النصراوي رافائيل. يتصدر القائمة بمليون او اقل قليل، ولكن هنا الهدف الثاني بالفعل جول. السلام يا سلام يا ابو علي. جول ثاني للعالمي، وخلاص انفجت العقدة والابتسامة من حسن الراهب بعد مجهود رهيب. 6 إلى 7 مرات سخط جماهيري، ولكن للأمانة كارينيو مع كل كرة ضائعة كان يلقي التحية لحسن الراهب. هنا حسن الراهب لم يرفض الهدية، والهدية أتت من حارس المرمى القميش، ولكن للأمانة يعني خروج خاطئ من الحارس الواعد. القميش ترتطم فيه كرة تعود تتهادى إلى حسن الراهب. تسديدة يمينية من حسن الشاطر النصراوي. هدف ثاني للعالمي في شباك النموذجي وفي مرمى القميش. هو الآخر يبدو أن خلاها لحسين. ممكن حسين، عرضية حسين، وما هي عرضية لا جول. الله أبو عمر وحسين عبد الغني في هاللقطة محلاه. كنا ننتظر عرضية من صاحب 36 سنة، ولكن لا آخر سلطنة. خدعني، خدع المشاهد، خدع سعادة الرئيس مدرب الحراس، خدع الفريق الفتحاوي 11 لاعب بما فيهم الحارس القميش. والهدف من أكبر لاعبي هذا الفريق سنا حسين عمر السليماني. حسين عبد الغني يحضر هدف ثاني، وهدف ايضا ثاني في الشوط الثاني لتصبح النتيجة 3-1. لا هدف ذكرنا باهداف طيب الذكر والفيلسوف الكبير يوسف الثنيان عملها.